من بعد ما شفنا هذا الروبورتاج يعني تعرفنا على مدارس كثيره اللي غيتحل في الجزائر ورانا نشوفوها لتعليم اللغات الاجنبيه لان ولاد الظاهره منتشره بالبزاف. قلت لكم من قبل انه عندنا ضيوف مميزين، والمميز لانه يعني الله يبارك عليه. انا نخلي سميه هي اللي تعرف بضيوفنا اليوم. انا نقول ضيفي جبتو شنوي راكم تشوفوا فيه يبان لكم شنوي لكن هو جزائري 100%. وليد بن خالد مرحبا بك وصباح الخير. لكن يهدر اللغه العربيه الفصحى لانه زوجته تتكلم لغه عربيه فقط ولازم تكون تفهم واش رانا كامل نقولوا هكا. صباح الخير ومرحبا بك معنا في بلاطو صباح الشروق. صباح الخير مرحبا. ومعنا كذلك مديرة مدرسة خاصة لتعلم اللغات خياري نبيلة مرحبا بك وصباح الخير. صباح النور اختي، شكرا. مرحبا بكم. كنتوا شفتوا الغوبورتاج اللي قامت به الزميلة سعاد بن صاف، يعني نتكلم لغة عربية شوية نحاولوا لأنه مشاهدينا أو متتبعينا ما يفهموش كامل اللغة العربية، احنا دائما نخاطبوهم بلغة بسيطة. أتكلم لغة عربية جزائرية ولكن كما قلت أريد أتكلم لغة عربية فصحى لأن زوجتي جديدة في اللغة العربية فصحى، أريد أن تتعلم اللغة تعلم ماذا أقول. إن شاء الله يا ربي تفهمنا واش رانا نقولوا. إن شاء الله. المفاجأة المميزة اللي قلنا عليها أنه وليد نحبوا نسقسيو قبل رجاء لأنه يشبه بزاف شخصية الكورية. لا 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 لا. هل ربما حبك للغة هو الذي خلاك يعني أنك ربما تأخذ المظهر تاعهم بشعرك وحتى لا أحب البساطة في كل شيء. لا سأضطر بسهولة. لا أحب الانغماس في ثقافة الآخر. لا تحب الانغماس في ثقافة الآخر. نعم. وأنت تتعلم اللغات أو تريد إيصالها لكل الشباب الجزائري، إيصال اللغات الأجنبية نعم. الأخرى. في رأيي اللغة هي انعكاس لثقافة البلد. لفهم اللغة وللتمكن من اللغة يجب فهم ثقافة البلد. أخذ ما أحب وما أريد وأرفض ما يتعارض مع مبادئي وشخصيتي. أنا مسلم جزائري وفخور بهذا، ولكن هناك بعض النقائص وبعض الإيجابيات في المجتمع الجزائري أحاول أن أجد التكامل في شخصيتي. لا أستطيع أن أقول شخصية جزائرية أو يابانية أو فرنسية، ليس هكذا، ولكن أعيش في عالم واحد، ولهذا أحب الاستفادة من خبرات الآخرين وتطبيقها على نفسي، وهذا ما نجح والحمد لله. احنا نسقسيوك، قلنا أنه موضوعنا اليوم هو إقبال على اللغات، على تعلم اللغات. كم من لغة تتكلم بها؟ إلى الآن أتقن 6 لغات. 6 لغات وأعمل على 8. ما هي 6 لغات؟ العربية الفصحى والفرنسية، إنجليزية، يابانية تمكن مطلق، وصينية، تركية، فنلندية بفضل زوجتي، وكورية. نعم. يعني نطقا وكتابة ولا فقط بعض اللغات أتقن إتقان تام، وبعض اللغات مستوى متقدم، وبعض اللغات الأخرى أنا في طور الإنجاز. أنا أريد أن أطلب منك طلب أنك تقول صباح الشروق بكل اللغات التي تتقنها، ال6 لغات. كلمة شروق ستبقى كلمة، يعني لا تتغير. كلمة لا تتغير. نبداو بالفرنسية نعرفوها. معليش حبينا نسمعهم كامل. فيستا لازم تقولهم لي فيستا. صباح الشروق هذه لغة لغة عربية عربية فرنسية، لغة عربية فصحى. لو ماتان شروق أحاول أن تنطقها بسلامة باللغة. morning of شروق. هيومينتا شروق. هيومينتا بالفنلندية. يومينتا. زاوشن شروق. ça c'est en chinois. باينة. صينية. فيها الرنة يعني بدات طويلة. أشتانو أسا شروق. كنت على بالي بليك يابانية. شينوا ولا جابوني طويل. مرحبا شروق. تركيا. نعم. كوريا أنا مستوى أول. يعني لم أتمكن بعد من اللغة الكورية. مازال يعني عندك، اسمحي لي رجاء شوقنا اللي لاصقه فيه لازم نبوزي له بزاف لي. حبيتي عاوني باش ننطق بالجابوني كيفاش قلتها؟ أشتانو أسا. أشتانو أسا صباح الغد الشروق. أشتانو أسا الشروق.
أشطن أسد. بالتك شينوا. لا لا انا نقول تاع التربيه سهله مرحبا شروق. العلم أن انا نقول اللغة لك للإضافة فقط اللغة الصينية بدأتها أكتوبر الفائت، ولكن بذلت مجهود كبير لأجتاز جميع المراحل في معهد بني مسوس مع أساتذة صينيين أحييهم بالمناسبة. كذلك نحييهم كامل ان شاء الله يفهمونا. توصل لهم ميساج انهم قلنا لهم تحيه. أحدهم يتكلم اللغة العربية. حاجه أهدي لهم مليحه. تحياتي. حاجه مليحه انه نشوفوا شباب جزائريين يحبوا يتعلموا لغات، وربما وليد راهو نموذج ربما للشباب أكيد، الجزائريين أكيد. انه راهو مازال حاب يزيد يتعلم لغات. هو يقول انا راني مبتدئ أكيد. وراني مازال حبيت نزيد نتعلم لغات واحده اخرى. الطموح. وش رايك، هل هناك يعني شباب مثل وليد؟ اكيد يعني كاين الكثير من الشباب الجزائري الطموح، ووليد يعني هو مثال حي لهذا النوع من الشباب. انا يعني اول ما عرفته حاولت يعني نجبدوا لينا للمركز تاعنا لمركز سمايل. كيفاش عرفته؟ كيفاش عرفتك وليد؟ صديقة تعمل لديها إحدى التلاميذ تدرس معي لغة تركية. نعم، عرفتني بالأستاذة بفضل نوال عمامرة. نوال عمامرة. نعم نعم، كانت تدرس معي اللغة التركية. نقدموا لها تحيه. ونقدموا لها بالمناسبة. تحيه لانها انا عندي معلومه سكوب انها تتقن 10 لغات. الله يبارك. 10 لغات. لا أعرفها جيدا لأحكم. 10 لغات. 10 لغات على بالي. كمل لنا القصه. شو وقتيني شحال يعني التلميذ يتقن اللغه كومبليتمون يعني؟ بالنسبة لي هي حسب طريقة تلقين الرسالة التربوية، حسب طريقتي لا تعتمد كثيرا على الطريقة الكلاسيكية، على أوراق وسيالات وحفظ، ولكن نحاول عيش اللغة. كنت في رحلة إلى اليابان في 2013، هناك أتقنت اللغة اليابانية إتقان تام. الطريقة هناك جد مختلفة على كل بقاع العالم. أقصد نحاول تلقين اللغة بعيش اللغة، ليس فقط كورقة وسيالة أو حفظ. ثم نخرج. الآن تستطيعين حفظ 10 كلمات في البلاطو إذا سميت هذا وهذا وهذا، لأنك ترين الكأس وتلمسين الكأس وتشعرين بالكأس. لهذا أعتقد أن إرادة الإنسان هي من تلعب دور وتحدد إذا كان يتقن أو لا يتقن. أنا جزائري من أصول جزائرية، ولكن الحمد لله بدأت تدرس اللغة اليابانية في سن 19. الحمد لله الآن. شيء جميل. ان شاء الله تكون قدوه للشباب، لما لا، ربما حتى يعلموا اللغات ويتعلموا اللغات، لما لا. احنا نروحوا نشوف يا ديفيرون لي زار مارسيو. هذا بتوفيق من الله، ولكن الرياضة ورياضة العقل ورياضة الجسد يجب أن العديد من الناس يستغرب كيف أستوعب بعض اللغات. هناك من يتقن 10، هناك من يتقن كالأخت نوال. طريقتي لما أنتهي من الدراسة من أي لغة كل يوم أخصصه للغة معينة، أحفظ قدر معين من الكلمات، ثم أمارس اللغة مع الناس الأصليين، سكايب، فيسبوك، أو أجانب في الطريق، في شركات. لما أنتهي من هذا تفضل. هناك ضغط نفسي، لا نكذب، هناك ضغط نفسي. صح. تركيز كثير، أنفس عن هذا الضغط والغضب وكل شيء. أنا بعض الأحيان أغضب لأني لم أحقق المستوى المطلوب. أنفس عنه في فنون القتال، ليس ضرب الناس ولكن تعلم والتمكن من ما أفعل. طيب واش تنصحهم لكل الشباب اللي راهم يشوفوا فينا اللي يحبوا يتعلموا لغات لكنهم يقولوا انه سي ترو تار لانه كبرت ولا ما عندهمش الوقت؟ بالنسبة لي تعلمت اللغة اليابانية بنفسي، لا يوجد أستاذ، لا يوجد كتب هنا، لا يوجد أي شيء. الإرادة والتخطيط، ولتعلم شيء يجب وضع هدف. لماذا أتعلم هذه اللغة؟ يجب درس ميدان أتعلم. أكيد. تعلمت اللغة اليابانية لأفرض نفسي في الجزائر، لأنها لا توجد. صح. لغة لا توجد. أردت خطوة ذكية. نعم. أردت أن يكون لي السبق في هذا،
والحمد لله وفقت وذهبت إلى اليابان بفضل تعلم اللغة اليابانية، وهذا ما غير مستقبلي وحول طريقة تفكيري إلى طريقة جد إيجابية. حتى نفسي لا أستطيع أن أعرف حدودي إلى الآن. تمكن، ثقة في النفس والحمد لله، وهناك نتائج أخرى مرتقبة في المستقبل إن شاء الله. ان شاء الله. با ايكوتي يعني كان عندي شرف انه التقيت شكرا. بك اليوم شرف لي. وكنت معنا في البلاطو. نشكرك سيدتي سيده نبيل على هذا الحضور، وليد شكرا جزيلا، ونتمنى ان شاء الله انه يكون مثل لكل شباب اللي حابين يتعلموا كلمة اللغات. أخيرة؟ اكيد تفضل. كانت جيني والآن أصبحت جنة جنة الرحمة، لأنه بفضل الأخ وليد دخلت للإسلام. الله يبارك يا وليد، انت عندك مواهب عده يا سيدي. طيب ديالك مليء بالمواهب. اذا نشكركم جزيلا على تلبيه الدعوه يا ربي وليد. يحفظك. شكرا. نشكرك بالبزاف، ان شاء الله يكون عندك مواهب اخرى كثيره. نخلي مع سميه تقول لنا واش عندنا نيكست. انا راني لا ما عابر والله ما على بالي واش كاين، انت تقولي لي واش كاين. نورمالمون كاين عندنا غوبورتاج، من بعدها راح يكون عندنا فقرات كثيره